البطلة ديالنا اليوم اللي غتكون القصة كتدور عليها والأحداث هي من مواليد 1981. واحد البنت كانت مضيفة الطيران، واحد البنت كانت زوينة وكانت عاطية العين، ضحك ليها القدر، ولكن في الآخر للأسف تكتبات السطور الأخير ديالها تموت متغربة في مملكة البحرين في منطقة الحور. وباش نعرفوا أكثر علاش وكيفاش غادي نرجعوا من البدايات الأولى باش تكون القصة واضحة. واحد الأسرة كتنحدر من منطقة القارة، وهاد القارة هادي جات في مدينة برشيد. واحد الأسرة على قد الحال كتكون من الأب والأم، وعندهم 3 الوليدات، عندهم 2 بنات وعندهم وليد. ولكن الأحداث كتدور على هاد البنت هادي اللي كانت مضيفة الطيران اللي سميتها بشرى، ونقدروا ندخلوا معاها حتى اختها شويه، ولكن خوها كان مستبعد تماما من هاد القصه. هاد البنت هادي كانت صغيره وكانت كتقرا وكانت فرحانه، واخا والديها ما عندهمش وما خصهمش، ولكن كان موفر لهم سبل العيش. كنتي الا سولتيها ولا هضرتي معاها كتقول لك الحلم ديالي هو نولي مضيفه الطيران. يعني من صغرها هاد الهضره هادي كنبغي ندور ونجول ونشوف اماكن كلها. هاد البنت هادي قدرات تقرا تقرا تقرا، ما كانش نقول لكم متفوقين جدا، ولكن ما كانش كتسقط. يعني كانت كتمكن وكانت كتفك راسها حتى وصلت البكالوريا. باش عرفوها واخا هكاك يعني مطوره، يعني من نقط ما متفوقاش، ولكن قدرت تشد الباك من اول عام، وقليل فاش كنلقاو هاد الشهاده. مهم كانت عندها شعبة آداب، وبحكم شعبة الآداب صعيب باش كتقال الوظيفة. حنا العلم يعني السيونس هو اللي تيكون مطلوب بزاف في الدومين. مهم شدات هاد الباك ديالها وتوجهات عند والديها، قالت لهم دابا هاد الباك هذا ادبي راه ما عندي باش ندير به. يعني انا الحلم ديالي هو نكون مضيفه الطيران، وباش نولي مضيفه الطيران راه خاصني نقرا عامين، وهاد العامين ثمنها قدا وقدا، يعني ممكن تفوت 3000 درهم و500. اباها بدا كيضحك، قال ليها واش انا منين غادي نجيب الثمن هذا وانا كنشد تقريبا قل منه؟ واختك براسها اللي في دار بيضاء هي اللي كتعاون معنا، كانت واحد اختها كبر منها جالسه في دار بيضاء كتخدم وكتعاون مع والديها، وهاد اختها هادي ما مجوجاش. المهم بقات هكا، عرفات والديها ما عندهمش، جلسات واحد العام كتنشد الدبان، ما خدمات ما قرات ما دارت والو. ملي كملات هاد العام هذا قررت تجمع الوقفه، مشات عند باها وامها قالت لهم انا راه غادي نمشي عند اختي لدار بيضاء ونقلب لي على شي خدمه باش بفلوس هاد الخدمه هادي نقدر نخلص الثمن ديال الوظيفه الطيران ونولي مع راسي مضيفه. قالوا ليها الله ما نكملوا لك عيد الصلاه على النبي والله يرضى عليك يا بنتي. المهم هضرت مع اختها قالت لها انا راه انت كاريه وباش نوفر فلوس الكرا غادي نجي عندك ونقلب على الخدمه. اختها رحبت بهذه الفكره وقالت لي يا اختي غير اجي وانا نخلص عليك الوظيفه. يعني اختها هي اللي تكلفت ليها بالثمن. اختها كانت واحد الدعم، كانت واحد السند. فعلا هزات بالي الساج جمعت حوايجها، التحقت باختها بمدينه الدار البيضاء، واختها بدات كتخلص ليها كل شهر مهليه فيها، كانت السند والظهر. المهم هاد تا بشرى تبتت الجداره وتبتت الجديه وما خيباتش اختها، وكانت خدات الدبلوم ديالها عن جداره واستحقاق، واختها فرحات وما قداتها فرحه، وعرفات بلي هاد المساعده وهاد السند اللي كان اختها ما مشاش غير هكاك، لا المجهود المادي ولا المعنوي وكل شيء. والديها حتى هما فرحوا، كانوا كيسحب ليهم هاد بنتهم هادو غير ضحكه لعبه. غير هو منين خدات بشرى هاد الدبلوم هذا بدات كدور على شركه الطيران. المشكله ديال هاد الدومين هذا وهو يعني شي يقولوا العرض قليل والكميه بزاف، اي المضيفات كيتخرجوا بزاف والشركات نادره. بدات كتقلب هنا ما كتلقاش شي واحد محتاج المضيفه. جات واحد الوقيته ماشي بعيده لحسن الحظ ديال بشرى جات واحد الشركه بحرينيه دير كاستينغ فين غير في مدينه كازا. غير هما الشروط ديالهم كانوا طالبين البنت تكون زوينه وتكون مبتسمه وتكون ذكيه وتكون كتقن اللغه الانجليزيه. ولحسن الحظ بشرى هادشي كامل كيتوفر فيها، يعني اللغه الانجليزيه كتمتمكنه منها. حكم كما قلت لكم هي راه خدات الاداب، يعني خدات الادب، والادب راكم كتعرفوا كتكون مركزه على اللغات، هي اللغه الانجليزيه كتمتمكنه منها. المهم دفعات السيفي ديالها قاداتو وكانت يعني من المقبولين. مشات مباشره من تلقات الدعوه وراها مقبوله،
مشات تقدات ليها الحوايج ولي زاكسيسوار والماكياج، وقادات راسها مزيان وحفظات ورجعت امورها. وخا هكا كانت متخوفه بزاف ودات مع اختها، يعني اختها ماشي خلصت عليها، اختها ديما كانت داك السند وكانت الظهر. فعلا دوزات الامتحان الكتابي والشفوي وكانت من الاوائل اللي نجحوا. تواصلت معها الشركه ديال الطيران وقالت ليها بليها راه نجحات وبتفوق. طارت من الفرحه هي ووالديها واختها، يعني القدر ضحك ليهم وضحك ليهم بزاف. البنت قدات وراقها، صايبات الباسبور ديالها وكل شيء، وصافي في 2001 شهر جوج غادي تمشي لمملكة البحرين، وكان في العمر ديالها يلا 20 عام. يعني واحد البنت اللي كانت صغيرة وتحملت المسؤولية. مشات ودعات والديها، وصلات للمملكة. هي لقات لحسن الحظ يعني لقاتهم موفر لها السكن والمأكل هي وشي بنات تما، ولكن هاد الشركه هادي كانت كتشرط عليك شهرين ديال بحال ديال السطاج. دوزات هاد الشهرين ديال التدريب وقدرات تخدم، والثمن كان مغري ومغري جدا، خصوصا كما قلت لكم السيده ما كانتش كاريه وما كانتش كتشري ماكله وزيدها بالمساريه، وكان كيشيط لها الخير والخمير، وكانت كتعاود والديها بالفلوس. يعني في فتره وجيزه وفي عمر صغير لقات راسها حققت الحلم ديالها وزارت جميع البلدان، وداك الشيء كاع اللي كانت صغيره وكتحلم به وكانوا كيضحكوا عليها عائلتها توفر فيها وشاط لها الخير والخمير، ولات هي اللي معاوناها. كاريه وما كانش كتشري ماكله وزيدها بالمساريه، وكان كيشيط لها الخير والخمير، وكانت كتعاود والديها بالفلوس. يعني كانت الامور ضاحكه معاها. هاد بشرى هادي المهم بقات مسافره، بقات كدور، بقات كتسارى من لهنا لهنا، حتى واحد النهار هاد الشركه هادي دارت واحد الحدث. دارت تيكون بحال الاشهار كيديروا واحد الحدث، كيديروا التسويق، وكانوا حاضرين في هذيك الليله غير رجال اعمال وشكون وشكون. وفين كان دايرينها؟ كان دايرها في المنامه، العاصمه ديال البحرين. هاد بشرى هي كانت زوينه وكانت تزيد تقاد راسها اكثر واكثر. المهم ملي كانت كدور ومن خلال الحفله كان واحد الرجل اعمال جالس سميتو عوض. هاد عوض هذا ما حيدش عيني على بشرى طول الليله، غير هي كتحرك هو عيني عليها من شده الاعجاب. مهم وقت الحفله كامله حتى الاخر مشى عندها وطلب منها النمره ديال التليفون. خداو النمره التليفون ولاو كيتواصلوا يعني بيناتهم، ولات بيناتهم التليفون كيهضروا. وبشرى كانت في بلاد وهو ديما الحكم ديالو ديما كيدير الاجتماعات في لندن، كيخدم في المنامه ولكن اكثريه الاجتماعات والسفريات كانت في لندن. هاد بشرى هادو كما قلت لكم كانت ديك الوقيته وصلت 21 عام، يعني هي مشات ل 20 عام وصلت عندها 21 عام ملي تعرفت هاد الشخص هذا. تقريبا دارت واحد العام وهو كان عنده 47 عام، وكان عنده 4 ديال البنات ومجوج. واخا هكاك هاد بشرى هادي ما كانش عندها مشكل، كان عاجبها، وخصوص كتقول علاقتنا مقتصره غير في التليفون. وهاد السيد هذا راه ما كانش مقصر معاها، كان مغرقها من الهدايا وكلام المعسول. مهم اجيال الايام سيريا الايام، بعض المرات كيهضروا بعض المرات ما كيهضروش، بحال قلتو بعض المرات كيولي بيناتهم برود. وهي هكاك غاده السيده ما كانش عندها مشكل تماما، حتى لواحد النهار تواصلوا في التليفون وبشرى قالت العوض باللي انا راه كاينه في لندن، وتعجبت هو وقال ليها حتى انا راه عندي هنا اجتماع. فقرر يتلاقى بها وهي مشات قادات راسها، مشات الكوافوره، تقدات الحوايج، زيزات، تلاقاو في القهوه، فرحوا وكان واحد الاعجاب قوي. ومن تما ولا هو كيسرق الوقت وهي كتسرق الوقت، ولا ما كان غير الخروج والدخول والتواصل، العلاقه توطات وبين على الاعجاب ديالو، ودائما كيشري لها الهدايا والعطور. وراكم عارفين والطبله ما كان غير كتاكل يعني قبل المعده. يعني واحد السيد اللي كان عاجبها ودار يعني قالت هذا هو السيد اللي غادي يفرحني ويسعدني. مهم هاد عوض هذا فتح معها الموضوع ديال الزواج، قال ليها انا راك عجبتيني وباغي نتزوج بك، وهي ما قداتها فرحه. بطبيعه الحال بشرى
طارت بالفرحه، بينات على الرضا ديالها، بينات راسها موافقه، فرحات. نقدم لها واحد الخاتم كادو. وهنا قال ليها ولكن عندي واحد الشرط. قالت له اما هو؟ قال ليها غادي تخرجي من الخدمه، انا ما عنديش مراه كتخدم، وحتى مرتي الاولى راها ما خداماش، لاني انا برزقي وبخميري، وزائد انت خدمتك ما كتصلش، انا خصني يعني زوجة تكون في الدار اللي تقابلني وتقابل الدراري في حالة يعني جبنا الله شي دراري. هي وافقات بلا ما تردد. صافي قال لها قوليها لوالديك وانا نوفر كل شيء الا نتيا وافقتي. قالت له بطبيعه الحال انا موافقه. فكرات قالت داكشي اللي كيعطيها عوض الضوبل على داكشي اللي كتخلص مليون مره. هنا اتصلت مع العائله ديالها وحددت الوقت وخدات الكونجي. ما قالت لهمش حتى انا غادي نخرج من الخدمه. مشات للمغرب، بدات تهضر مع والديها، ما كان عندهم حتى مانع، بالعكس قالوا هذا هو الراجل اللي غادي يدل علينا بنتنا، غيفشها وما يخليها ناقصه حتى خير. وكاع الوالدين ديما كيبغيو بنتهم تكون فرحانه، رحبوا بالفكره وعجبهم الحال. بنتهم تقريبا خدات الاستقاله، ما قالت والو الخدمه، نزلت المغرب، جهزات، عرضات على الناس، وجدت نكافات القاعات، وحتى هو تبعها، وكل شيء كان على حسابه بطبيعه الحال. عرضات على الناس ودار لها احسن عرس يعني نقولوا في المغرب، مجهز بالخياطه. العرس يعني ولاو اجيال كيعاودوا عليه. سالاو عرسهم، فرح بيها وفرحات بيه، ومشاو داروا شهر العسل. ما مقتصرش شهر ولا شهرين، وانما اكثر من 3 شهور. ولاو كيدوروا العالم واخا عنده الخدمه، يعني وفر لها كل شيء. من سالاو شهر العسل مشى شرى لها الفيلا، واحد الفيلا كتبها لها بسميتها، فيها الخادم وفيها كل شيء تقدري تصورك على بالك، وحتى من الشيفور داروا لها جاهز. غير هو واحد المشكل، حكم عوض كان مجوج بجوج عيالات وكانت عنده مراه بحرينيه عنده 4 بنات، كان كيقسم ما بيناتهم الوقت. يعني كانت هذه ليله وهذه ليله، وهي كتمولفه الخدمه. وماشي غير هذا الشيء، هذا راكم عارفين كما قلت لكم في الاول باللي هذا عوض هذا كانت الخدمه ديالو واخا كانت في المنامه، كان تيقضي بزاف ديال الوقت في لندن. هنا بشرى واخا موفر لها كل شيء وتحلم به اي بنت، كانت بدا كيجيها القنط، يعني بدات كتحس بالملل وراجلها ماشي جنبها، وكيمشي عند مرته كيجي عندها وهي باقا صغيره وخصها راجلها يكون جنبها. هنا فتحاتو بالامر، قالت له انا الخدمه ماشي باغا نخدم باش نشد الفلوس، ولكن بغيت باش نقتل الوقت. انت كتقيل في لندن مع مرتك، انا ما عنديش مشكل، ولكن انا قنط. واقترحت عليه تخدم. قال لها شوفي الخدمه اتفقت عليه يعني معاك من الاول، هذه السبعديه تماما، ما عنديش انا مرا كتخدم، خصوصا انا موفر لك كل شيء. انا قالت له شوف نخدم معاك في الخدمه ونلبس اللباس الشرعي اللي كتبغي يكون طويل ومستور، وتكون قدام عينيك وتكلف بوراقك. هنا عوض عجبته الفكره، منين فكر مرته غتكون حداه ومعاه وتعاون وتكون واقفه، يعني رحب بالفكره. وداك الشيء اللي كان خدات يعني واحد البوست مزيان وفيه مبلغ يعني فوق داكشي كيعطيها. السيده ما كانش هامها الفلوس، بدات كدير الصحابات، ولات كدور من لهنا ولهنا وعجبها الحال. وكان ملي كيمشي لندن هي اللي كتشد الملفات ديالو، وتا هو كان يعني يلقاها واحد السند. المهم بقات على هذا الحال هذا، عاجبها الحال حتى كملات عام. هنا بشرى اكتشفات راسها حامله. ملي كملات 3 شهور ل 4 شهور مشات عند الطبيب، دات ديك التلفازه، عرفات باللي كان عندها ولد، وهي طير بالفرحه لانه عوض كما كتعرفوا مرته الاولى والده ليه 4 البنات. فرح اخيرا غيتولد ليه دري من المراه اللي كيبغي، غيهز له سميتو ويبرت له يعني من الممتلكات ديالو. هنا السيد فرح، وحتى مع عائلته فرحوا بزاف، عرفوا درت بنتهم اللي عندها البنات، وبنته يعني بنتهم غادي تزيد في المرتبه ديال عوض. وفعلا داكشي اللي كان عوض فوق كان كيبغيها وكيحماق عليها، الحب ديالو تزاد وتضاعف. وبقوت الفرحه قرر يشري لها واحد البارطما في دار بيضاء. لا سمعتوا بارطما، ولكن بارطما كتوازي ثمن فيلا، الديور اللي كيكونوا 300 مليون اكثر. شرى لها فيلا في واحد المنطقه غاليه، ومشى عيطات لوالديها انتقلوا من مدينه الكارود، حكات لهم الايام ومشاو لديك البرطمان على سيدي، والفلوس كدوز ليهم ما ناقصهم حتى خير. هنا عوض تزاد ليه الولد، فرح به دالو السابع، ما قداتو فرحه. قلت لي تزاد له الولد قراسو من جاد بزاف البشرى. وهذاك التقسيم اللي كان كيدير ما بينه وما بين مرته الاولى وما بين بشرى، بحال ولا كيميل بشرى بزاف، ولا كيقضي معها الوقت الطويل، ولا فرحان بها. وداك يعني داك الولد اللي كان ناقصو في حياته واخا ما كانش كيبين، يعني لقى داك الشيء كمل، وهو فعلا كان كيبغيها من كل قلبه. يعني الحب ديالو جات بشرى الضوبل والضوبل بزاف، ولات هي الحبيبه ديالو ومرته،
والام ديال ولدو اللي كان كيحلم به. هنا عوض بحال قلتو صافي، هذاك العاد اللي كان داير بين مرتو الاولى والثانيه، مرتو البحرينيه فاطمه نساها، حتى بناتو ما بقاش كيديها فيهم ولا مايل. هنا مرتو الاولى لاحظات الفرق وجا الحسد، وعرفات بلي راجلها تزاد له ولد، وجاهتها الفقصه، وجاتها يعني الحسد ملي عرفاتو خدمها عنده في الشركه. هنا الزوجه الاولى ديالو اللي هي فاطمه البحرينيه ولات كتحس بالتخوف، خصوصا بلي عرفات يعني هو تزاد له ولد وهي والده غير البنات. وساقط الخبر حتى البرطمه اللي شراها لها في دار بيضاء وغاليه والديها مشاو ليها، وقالت هادي شاده الخدمه ديالو، اذا في اي وقيته يقدر حنا يرمينا الا حنا للتوش، وانا عندي غير البنات وولدو غيورث كلشي. وهذيك بشرى صافي الكفه ديالها هي اللي رابحه. هنا ولات متخوفه بزاف. هنا ملي شافت راسها عندها التخوف ما بان لها غير واحد خوها تعيط ليه، عيطات ليه وقالت له عافاك لما تجي عندي راني واحله وفي واحد المشكل كبير. خوها كان كيظن عندها شي مرض ولا شي مصيبه، تخلع عليها مشى كيطير لعندها، عاودت له كلشي. قالت له عوض منين تزوج تبدل علينا شويه ولكن كيدير العدل، ولكن مؤخرا من تزاد له الولد تقلب علينا 180 درجه، هزيتي راجل وحطيتي راجل واحد اخر. مشى كتب ليها واحد البارطما، هي اللي شاده الملفات ديالها كلشي، شاري ليها واحد الفيلا في المنامه فيها الخدم والحشام، يعني في اي وقيته يلوحني انا وبناتي، والنهار اللي غيموت غنلقاو راسنا غير لباب رسول الله، يعني غتجمع له حب وتبن، وخاصني ندير شي حل. وشنو في نظرك؟ يعني وزائد هي صغر مني، يعني هذيك زين كانت صغيره مواليد 81، ومرته طبيعه الحال كانت كبر منها. هنا وقالت هي زوينه وفي اي وقيته يبدلني بها، وها هو دابا ما بقاش كيجينا. وقالت ليه بلي هاد بشرى هادي راها زوينه وعاطيه العين وباقا صغيره وكتخدم في الشركه وكتبقى تدوز الوقت اكثر بوحدها، وعاوض كيدوز اغلب وقته في الاجتماعات. شنو في نظرك ندبروا ليها شي حد زوين يكون قريب لها في العمر، يكون كيعرف يهضر، يكون لها مخا ويستغل هذيك الوحده اللي عايشه فيها؟ هنا خوها وافق وقال لها والله الا فكره جهنميه. هنا خوها مشى كيدور في الشركه وكيدور، بان له واحد المصري سميتو فؤاد زويزو، يعني شاب كيطير من المقله وكياكل المخ ديال البنات بسرعه، يعني لسانو حلو ومقبول. مشى عنده وقال ليه شنو في نظرك في بشرى مرت الباترون؟ قال له واحد السيده اللي مزيانه وزوينه ومقبوله اي واحد يتمناها، وباللي عوض محظوظ. وقال له انت واش كتعجبك؟ قال له غتعجب اي واحد. ويقول لي شنو في نظرك تقرب منها وتصاحب معها؟ قال له واش بغيتي تخرج عليا؟ بغيتي تخرج لي على خدمتي؟ قال ليه شوف انت غادي تاكل لها مخها حتى تتولي كتبغيك ودير معاك علاقه، وطبيعه الحال هادشي بمقابل. واقترح عليه واحد الثمن اللي هو غالي 300 مليون. يعني هذا المصري هذا لو خدم حياته كامله وما يجمعش حتى الربع ديالو. هنا قال المصري واخا انا ندير شي فضيحه ولا شي حاجه، هاد الفلوس هادو نقدر نمشي بهم لمصر وندير تما اكبر مشروع، شي قهوه ولا شي حاجه، ونولي غني. يعني تقبل. قال له شوف من غدير معها العلاقه وطيحتيها في الفخ غنعطيك نص مبلغ، ومنين غادي نوصلوا داكشي اللي بغينا يعني غنكمل لك المبلغ الثاني. هنا هذيك فؤاد في الاول كان خايف، ولكن في الثاني من شاف الفلوس وافق بدون تردد. صافي فؤاد هنا الخبره ديالو كيضرب العيالات، يعني زويزو قبط الفلوس عينيه خرجوا ولا كيحوم ببشرى بطريقه فنيه، يعني مشي تلح عليها وقال لها نصيدك عطيني النمره. السيد خبير داير بحال الثعلب بحال الديب، ولا كيدير راسو كيعاونها وكتعاون معاه بحكم البوست متقارب وحتى نفس المستوى ديال الخدمه، ولا كتخدم معاه اليوم غدا، ولا كان عندها شي مشكل كيوريها، يعني كان بطريقه محترمه باش يتقربنا اكثر ويدخل لها لخاطرها. هنا واحد النهار قال لها باقا شي خدمه عندي تعطيني عافاك الرقم باش نتعاونوا. عطاتو الرقم ولا السيد ما كان غير الميساجات والكلام محلو، يعني شويه بشويه خطوه بخطوه تدخل لها راسها، والساطع يعمر لها داك الفراغ ديال الراجل اللي ما كاينش، وبدا كيصيفط الرساله غراميه. واحد النهار اقترح عليها باللي تلاقاو في واحد الريستورا، هي وافقات، خلات ولدها عند الخدامه ومشات تلاقات معاه وجاب لها واحد الكادو والهضره الرومانسيه، وقال لها شنو في رايك هنايا يعني يقدر شي حد من المعارف د الراجل اللي كيعرفنا، شنو في نظرك نتلاقاو في الدار غير نهضروا؟ في الاول كانت متردده، ولكن بسرعه بغات اطلاقات حتى هي معاه، كانت يعني على سبه ونسات الحب ديال راجلها، هو ما خلاهاش تخدم ولات كطيح في المحظور، يعني راجلها كان عنده الحق ملي ما بغاش مرتو تخدم.
المهم هنايا تلاقاو في الدار شويه شويه الشيطان شاطر، وقدروا يطيحوا في المحظور، قدروا يطيحوا في العلاقه الجنسيه. وهاد فؤاد هذا كان من قبل زارع الكاميرات في بيت النعاس، يعني كل جهه، يعني علاقه جنسيه مصوره من جميع الجوايه، مضبوطه صوت وصوره. فؤاد قدر يدمج دوك الكاميرات مع بعض وصايب فيديو وصيفطو مباشره لخو البحرينيه، وصيفطهم ليه تليفونه. هاد خو البحرينيه هذا كان شاري واحد النمره مجهوله الهويه وعطاها لختو. هنا فؤاد شدو الكاميرات، طبيعة الحال صايب فيديو بالمونتاج وصيفطو نيشان الزوجة البحرينية. هنا خو البحرينية هو كان العقل مدبر، هو الإبليس، هو مول الفكرة، هو الشيطان، يعني بدونه ما كانش تقدر دير شي حاجة. مشى شرى ليها واحد الكارت ديال التليفون ومشى يعني مجهولة، وشدو داك الفيديوهات وصيفطوهم ديك النمره المجهوله لراجلها باش راجلها ما يعرفش كاع شكون صيفط ليه. راجلها كان في اجتماع سالا، ادخل لقى نمره مجهوله صيفطات الفيديوهات، كيدخل كيلقى مرتو يعني باينه واضحه في علاقه جنسيه كامله. السيد تصدم، الدنيا دارت به، سخن عليه راسو، بدا كيحس بالدوخه، ما عرف ما يدير، خلى داكشي كاع اللي قدامه واللي وراه، واخا كان عنده اجتماع مهم. امشى شد اقرب طياره للمنامه، شد الطياره حتى لقى راسو في المنامه، ما حش كاع بالطريق، الطريق كلها وكيخمم السيده اللي بغاها واللي حبها وباع الدنيا واللي قدامه واللي وراه وشراها، تيشوفها خانته وهو ما كان مخصصها من حتى حاجه. هادشي كامل كان كيفكر فيه. مشى اوصل دخل الفيلا ديالو. هنا بشرى تفاجات، قالت له كيفاش جيتي؟ يعني ماشي انت كنتي 15 يوم تجي؟ قال ليها ما بغيتينيش نجي، انا توحشتك وبغيت نجي. مهم شافت فيه بحال يحسس بالذنب، عارفه راسها اش دايره. قال ليها شنو في نظرك تخلي الدري الخدامه ونمشيو للفيرما، نكون غير انا وياك؟ هي عجبها الحال، يعني هو ديما خدام وديما كيحس باجتماع، يعني هي باقا كتبغي راجل واخا طاحت في المحظور. داكشي اللي كان. جمعت كاع الحوايج اللي توجدهم، مشاو ركبوا. وحتى اول مره يعني هاد عوض كان ديما الشيفور هو اللي كيسوق به، كتكتشف بلي راجلها هو اللي غادي غير هي وياه الراس في الراس، وحتى من الشيفور ما داروش، يعني هو اللي مشى سايق لديك الفيرما. بطبيعه الحال وصلوا لتما، بدلات حوايجها، دار لها واحد العشاء رومانسي، قالها كلام معسول وحاول يكتم الغيظ ديالو. دوز واحد الامسيه مزيانه، مشات كتطل من البالكو. شنو قال لها؟ قال لها جلسي هنا غنجيب لك واحد الكادو. مشى كيتسلل الكوزينه، جاب واحد الجنويه كبيره وزرب عليها. واخا هكاك، واخا مات ليه ما بيديه، السيد قلت لي كان مغزف ومغدد وكان كار هذيك الخيانه وديك الفيديو اللي شاف بعينيه، ابدا كيضربها اكثر من طعنه حتى صافي. مشات ومول الامانه دا امانته، شدها لواه في واحد الميكه كبيره، هي وداك السلاح باش قتلها بالجنوي لواها، داها الفيرما ديالو كانت كبيره. داكشي علاش هادشي اللي كيبين علاش ما دالهاش شيفور لا والو. داها لواحد الشجره تقريبا واحد 200 متر، حفر ولاحها تما ودفنها، ومشى للفيلا ديالو اللي في المنامه. هذه هي البلاصه اللي طاح فيها. وهذاك العام اللي كانت مات فيه هاد بشرى كان 2006، كانت عندها 25 عام. المهم مشى للفيلا ديالو. الخدامين والخدامات كيتعجبوا فين هي بشرى، خصوصا خلات ولدها صغيور. ومين دفنها وسالا، رجع للدار في الفيرما ديالو، دوش دوك الحوايج صبنهم، نعس ارتاح. وفي الصباح مشى للفيلا ديالو في المنامه اللي هي مكتوبه بسميت بشرى الله يرحمها. هنا لقى الولد كيبكي على مو، موحشه بزاف. الخدامين تعجبوا، ياك بشرى مشات معاك؟ فينا هي؟ راه كنا كنتسناوها باش تجي لولدها. قال لهم اودي راه جاها تليفون من المغرب وكيقولوا باللي باها مات، ودوزتني شال المطار واني جيت لهنا. شد الولد داه لمرتو فاطمه البحرينيه، قال لها خلي الدري هنايا معاك قابليه حتى يعني لاجل مسمى. هنا الشيطانه ديال مرتو الاولى فرحات وعجبها الحال، وصلت لها الفكره، عرفات باللي هي صيفطات له الميساج، صيفطات له الفيديوهات، هو جا قبل الوقت، مرتو ما بقاش جبلها الدري، يعني كتقول 99% باللي راه خلص عليها وماتت، والهدف ديالها وصلت ليه بدون تعب وبدون جهد، وصلت ليه وتاكدت بلي 99% غيكون قضى على بشرى، خصوصا باللي جا قبل الوقت الخدمه ديالو اجتماع مباشره. ما صيفطات ليه الفيديوهات، جا وكيبان مقلق وجاب ليها الدري، يعني خلص على المهم هي فرحات وعرفات وخلصات، يعني خلص عليها وتا هي تخلصات منها
ولات مرتاحه. هنايا هادوك العائله ديالها كانت كتهضر معاهم، يعني اخبار ديالها توقفات، خصوصا اختها اللي كانت قراتها هادشي ديال الطيران وكانت واقفه معاها. كان التواصل تقريبا يوميا. كتعجب كيفاش اختها قطعت هذا الاتصال هذا. من شافت ما كاينش المجاوبه ولات كتعيط لعوض، وعوض كان ما كيجاوبش نهائيا على عائلتها ولا على والو. هنا عائلتها خافوا بزاف وكيقولوا 100% وقعت لها شي حاجه، يعني ما تفهم ليهم والو. هنا داك المصري اللي كانوا متفقين معاه اللي سميتو فؤاد، اللي كان غرر ببشرى وصور الفيديوهات، كان خو البحرينيه اللي سميتها فاطمه. قال له غنعطيك مبلغ ديال 300 مليون، سبق له 150، وكان كيتسنى يزيفطوا ليه المبلغ الثاني. هنا هذاك البحرينيه هي خوها ولا كيتواصل معاهم داك المصري اللي سميتو فؤاد، اللي كانوا وعدوا يكملوا ليه النص الا قام الخطه، ولا كيتواصل معاه ما كيجاوبوش. يعني حس براسو بحال تقولب، يعني دار لهم داكشي اللي بغاو وخدا غير نصف المبلغ. ولاحظ بلي الشركه مابقاش كتجي لها بشرى. هنا حس بلي شي حاجه وقعت ليها، يعني ولا كيحس بالذنب. قال تقول بتخواو بيا وانا كنت يعني سببها الا هي ماتت. ولاحظ بلي عوض باين عليه الحزن والتعب، ما بقاش داك السيد رجل الاعمال اللي اكتيف وعاجبو الحال. يعني بدا كيسول على الناس تيقولوا بلي راها مشات للمغرب وباها ما با، الهضره ما دخلتوش نهائيا المخ، يعني باها مات على غفله، خصوصا هو فجاج على غفله. يعني عرف هو السبب وبدا كما قلت لكم كيحس بالذنب. تواصل مع البحرينيه ما مره ما جوج. في الاخير خو البحرينيه جاوب المصري قال له مالكم صدعنا اشنو كاين. قال لهم فين هو الاتفاق؟ يا قلت لكم الا عطيتكم الفيديوهات غادي تعطوني المبلغ الثاني. قالوا اين مبلغ؟ المبلغ اللي اتفقنا معاك 150 مليون راك خديتيها وخديتي اكثر من جهدك، اشنو باغي؟ قال لهم والله حتى نشكم بكم، نتوما السبب باش ماتت السيده دي وانتوما اللي ورطتوني. قالوا لي حنا بعيدين كل البعد على هادشي هذا، انت اللي تصورتي معاه عندك قضيه غير اخلاقيه فساد، وزائد حرضتي على القتل، وانت المجرم وما عندك ما تصور. هنا المصري اللي هو سميتو فؤاد جلس مع راسو وحس بواحد الذنب والدنيا دارت به وتردد. خاف الا سكت غيبقى يحس بالذنب وغيستر عليهم، وخاف يمشي يتواصل مع البوليس غيمشي للحبس. وخا هكاك ما تسرطاش ليه، وقرر يمشي عند البوليس يعاود لهم كل شيء. قال لهم اشنو درت وشنو درت. وقعت بها بالاتفاق مع البحرينيه وخوها، وقالوا لي غنعطوك المبلغ نسبقوا لك وخواو بيا. ولاحظت باللي ديك المغربيه اللي سميتها بشرى مرت عوض ما بقاش كتجي للشركه. وفاش سولت عليها قال لك مين مشات معاه الفيرما باها مات. هاد الهضره هادي ما راكباش على بعضياتها. فعلا البوليس خداو داكشي بمحمل الجد واحتفظوا بهذاك فؤاد في قضيه اخلاق وفساد، احتفظوا به ومشاو استدعاو يعني عوض. قالوا لي فينا هي مرتك، فينا هي بشرى؟ قال لهم باها راه مات واتصل يعني وتواصل. هضره ما دخلت لهمش الهضره، يعني الهضره ما دخلت لهمش المخ بطبيعه الحال. احتفظوا به، شافوه مرتبك، مشاو الفيلا فين كاينه مرتو. قالوا لهم في اخر مره شفتوا بشرى. قالوا لهم واحد الليله جا عوض على غفله وما موالفش كيجي ديك الوقيته، كان باقي ليه، كان جا مرتبك ودا معاه بشرى وخلى لينا ولدها. مشاو للفيرما ولا غد ليه في الصباح جا مني سولنا قالنا باها مات، وحنا براسنا تعجبنا ودا الولد لمرتو الاولى. هنا عرفوا السيد فراسو إنا. مشاو خداو يعني العنوان، عرفوا العنوان الفيرما، نعتلهم الخدم وداو الكلاب البوليسيه المدربه الخاصه، عطاوهم شي حوايج ديال بشرى باقيه فيها يعني ريحه اللحم ديالها العرق ما مصبنينش، وطلقوا الكلاب في ديك الجرده. واحد كلب من دوك الكلاب مشى لواحد الشجره وبدا كيهبش وبدا كينبح. تما البوليس كملوا خدمتهم، بداو كيحفروا. فعلا لقاو بشرى مدفونه تما ملويه في واحد البلاستيك، ووصلت لواحد الدرجه كبيره من التحلل، يعني تلقات الريحه، ومدفونه مع حتى ديك الجنويه باش قتلها. هنا طبيعه الحال واجهوا عوض، ما قام يدير لا هك ولا هك، كل الادله ضده، وحتى الجنوي عليهم البصمات، يعني البصمات ديالو، وكاع الادله كتشير ليه هو. ونزيدكم واحد الحاجه، منين قال لهم مرتي راه صيفطت المغرب بها مات، تواصلوا مع السفاره ومع المطار، لقاو باللي بشرى منين دخلت البحرين ما عاوداتش خرجت، وهذا دليل كافي. هادشي علاش خلاهم يمشيو يديروا البحث ويقلبوا عليها. يعني هنايا واعترف ليهم كيفاش السبب. والمصري من خلال عيطوا حتى للزوجه البحرينيه وعيطوا لخوها من خلال الادله يعني وتحريض القتل، هما السبب، يعني باش هاد عوض ارتكب هاد الجريمه هادي، هما اللي طيحوا في الفخ. يعني المصري
ومرت البحريني فاطمة وخوها هما راس الأفاعي. تقدموا المحاكمة، عاود تحكم عليه بالإعدام، إعدام شنقا، والزوجة والأخ ديالها والمصري خداو 30 عام. هنا غتكون نهاية القصة المأساوية ديال بشرى اللي تكتبات في دار بيضاء، وكان الحلم ديالها تكون مضيفة الطيران، وبهذه الوظيفة هذه سبحان الله شنو وقع ليها. ولكن السبب هنا هي خفة العقل، يعني صافي راجل كيسافر ما كانش طيحي في هذا المحظور، خصوصا يعني كان موفر لك كل شيء، ونتيجة ديال عوض اللي كان متبع يعني المغربية وكان باغيها، كان عليه إما يطلق مرته الأولى إما يعدل. الله سبحانه وتعالى قال: وإذا خفتم أن لا تعدلوا فواحدة.